السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الأعزاء. الخلاصة والحقيقة في موضوع بنتايج قبل ما الموضوع يكبر وناس كتير هتتكلم فيه. أنا عايز أقول يعني هقول لك على بعض النقط كده، علشان حضرتك تبقى فاهم القصة وتبقى فاهم الحقيقة. مجلس الإدارة والجهاز الفني عارفين من فترة ان بنتايك مش هينفع يسافر مع الفريق لجنوب افريقيا. يعني هم ما تفاجئوش، لا، هم عارفين، ولكن ممكن يكون الموضوع اتعرف للناس وللإعلام امبارح. ليه؟ جنوب افريقيا بتشترط على مواطني شمال افريقيا للدخول الى اراضيها اما الحصول على تأشيرة من بلده، او ان يكون معاه اقامة عمل في البلد اللي هو عايش فيها، او انه يكون بيحمل او هو بيحمل جواز سفر اوروبي او امريكي للدخول بدون تأشيرة. طيب، محمود بنتايك بيحمل إقامة في فرنسا فقط، ولا يحمل إقامة عمل في مصر، مثلما هو الحال للاعبين والمدربين الأجانب التانيين. كمان هو لا يحمل جواز سفر آخر. طيب هتقول لي طيب وصلاح مصدق سيف الجزيري؟ هقول لك صلاح مصدق بيحمل معاه جواز سفر أسباني، يعني جواز سفر أوروبي، بالتالي هو ما عندوش مشكلة في سفره، وبالفعل هو خد التأشيرة. ما احنا قلنا ان جواز السفر الأوروبي والأمريكي بيخش. سيف الجزيري معاه جواز سفر آخر وخد التأشيرة. طيب، مثلما هو الحال للجهاز الفني طبعا، يعني بيسيروا وهم أجانب يعني. طيب، الحل الوحيد قدام بنتايك ايه؟ الحل الوحيد قدام بنتايك هو السفر لفرنسا او المغرب، والحصول على تأشيرة من هناك لجنوب افريقيا، فرنسا او المغرب. طالما الموضوع معروف من فترة، لكن ما كانش طبعا في فترة راحة ينفع يسافر فيها خلال الفترة اللي فاتت. للعلم، الأجانب بيرفضوا عمل إقامة عمل في مصر، لأن القانون بيجبرهم على دفع 5% من قيمة عقودهم لنقابة المهن الرياضية. فبالتالي هم ما بيحبوش يعملوا إقامة عمل في مصر. طبعا الزمالك عنده مباراة مهمة مع سيراميكا في الدور قبل النهائي لكاس مصر، وتاني يوم هيسافر لجنوب أفريقيا، وبالتالي كان من الصعب جدا، لأن المباراة مهمة لازم يبقى بنتايك بيلعب فيها. دي مباراة كاس، مباراة مباراة لا تقبل القسمة على اتنين. الزمالك عايز يوصل لنهائي الكاس وجماهيره بتحلم بالفوز بالكاس، علشان ما يخرجش بموسم صفري. فبالتالي من الصعب ان هو يسافر قبل جنوب افريقيا، يسافر المغرب، لان الموضوع هياخد وقت. طبعا انا شايف برضو ان الاداري اللي تسبب في المشكلة لازم كان يبقى هو عارف من بدري او مرتب حلول بديلة. كان ممكن اللاعب يسافر من بدري، يعني كان ممكن يسافر من بدري شوية، يعني ما يتزنقش قبل المباراة على طول كده، ومفيش وقت
لان انت دلوقتي كده الزمالك هيخسر عنصر مهم جدا 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 في الفريق، وبيلاعب فريق من جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بلد متقدمة في الكورة، وفريق قوي، وبتلعب يعني في بطولة انت عايز تكسبها. فطبعا انا شايف ان دي برضو مهزلة. يعني حتى لو الناس هي عارفة من فترة، بس كان المفروض التأشيرة دي يحصل عليها من فترة، ما نستناش قبل مباراة الكاس على طول. اصل مباراة الكاس ومفيش وقت. طب ماشي، ما انت كنت في فترة قبل كده تقدر ان انت تحصل على التأشيرة فيها. ويمكن انا كنت اتكلمت قبل كده عن الجهاز الإداري للفريق، وانهم برضو وقعوا في بعض الأخطاء من قبل، منها مثلا مشكلة مباراة السوبر في الإمارات. لأن هو الطبيعي ان الإداري المفروض بيسأل عن بروتوكول المباراة، وبيسأل عن نظام البلد اساسا اللي هو فيها، ويبقى ملم بيها ويبلغ بيها البعثة كلها، سواء لاعبين او جهاز فني وطبي وكله. فلازم انت تبقى عارف ايه بروتوكول المباراة اللي بيكون معد من جانب الدولة المضيفة، وبتطلع عليه اللعيبة ايه المسموح بيه، ايه الممنوعات، وهكذا. بالتالي بتتفادى حدوث مشاكل زي اللي حصلت لما دونجا كان عايز ينزل للتراك وكان ممنوع، لان طبعا محدش قال له ان ده ممنوع في الامارات. وحصلت المشكلة الشهيرة واللي بعدها اتقبض على او تم ايقاف دونجا ومصطفى شلبي والكابتن عبد الواحد السيد، والموضوع كبر وطبعا كلنا عارفينه يعني، ومش حابين ان احنا نرجع نتكلم فيه. فمشكلة بنتايك هي طبعا واحدة من المشاكل برضو اللي العمل الإداري تسبب فيها. ولكن إذا ما استمر الحال على ما هو عليه وفضل الجهاز الإداري مسؤولية، يعني في ناس أنا شايف إن ممكن تكون مش ملمة بمهام عملها. الحصول على إقامة في أي بلد يعني ما زي ما قلنا بيحتاج لعقد عمل، بيحتاج. طب كان سافر مثلا بنتايك المغرب، كان سافر فرنسا، خد التأشيرة من هناك وجه. ف وبرضو على فكرة أنا بشوف إن دي من مهام مدير الكورة انه يكون مطلع على مثل هذه الاشياء، لانه هو بيكون كل يعني ده مدير الكوره، يعني كله من تحتيه، سواء بقى مدير اداري او اي حاجه في الجهاز الفني. فاتمنى ان الجهاز الاداري في الزمالك بعد كده او في اي نادي مصري ياخد باله من مثل هذه الاشياء ويراعيها قبل اي مباراة لما يكون فريق هيلعب في الخارج، ولان ده ممكن يتسبب لا قدر الله في خروج الفريق او خسارته، سواء الزمالك او اي نادي. يعني ممكن يتعرض انه يخسر بعض اللعيبه المميزه، وخصوصا اللعيبه الاجانب اللي بيعول عليهم كثيرا الانديه المصريه. فبالتالي اتمنى ان احنا ناخد بالنا في قادم المباريات، والى اللقاء.